في بداية الفيديو حابب أعرفك إن ده الملخص التاني لملك الشياطين آنوس، وفي الملخص بتاع النهاردة هيظهر ملك الشياطين المزيف، وهنعرف مين السبب في تغيير اسم آنوس طول الفترة دي، وكمان هنشوف قوته اللي ما كانش يستخدم منها غير 1% بس. تعال أفكرك الأول باللي حصل في الملخص اللي فات لما شفنا آنوس رجع للحياة بعد 2000 سنة وانضم لأكاديمية الشياطين السحرية، لكنه اتفاجئ لما عرف إنهم غيروا اسمه بعد ما ضحى بحياته علشانهم. وكمان شفنا تصرفات رين اللي بقت غريبة وآنوس لاحظ كده فعين إيفيس يراقبه، وعرفنا إن في ناس مجهولين رشحوا آنوس في مسابقة الأكاديمية، وكان أول خصم ليه هو لودل اخو الاستاذه ايميليا. وبس كده يلا بينا نبدا الملخص بتاع النهارده. بعد كده بيدخل انوس للحلبه وبنشوف لودل وهو بيقول له انا كنت فاكرك هتهرب من المكان علشان خايف بس انوس بيعتذر له على التاخير وبيقول له ان هو هيخلص الجوله دي في دقيقه واحده بس. فبيتعصب لودل وبيهاجم انوس اللي بيتفادى ضرباته بسهوله. ساعتها بيستخدم السحر على السيف بتاعه بيهاجم انوس بضربات جليديه. وقتها انوس بيستخدم السيف بتاعه بيصد الهجمه في ثواني وكمان بيهاجمه وبيقدر يهزمه. وهنا لودل بيكون مستغرب قوه سيف انوس وبيساله اذا كان مسحور ولا لا. انوس بيقول له ان السيف ده اللي صنعه واحد من احسن الحدادين في المملكه وهو ابوه، وطبعا ابوه بيكون فخور بيه جدا لانه عمل كده. وفي الناحيه التانيه بنشوف ايميليا وهي متعصبه جدا وبتقرر تنتقم منه. وبعد شويه بنشوف رين اللي قدر يكسب الجوله الاولى هو كمان، ولما المعلقه بتقول اسمه كامل انوس ومي بينصدموا لانه انضم للنبلاء. ولما ليه بيدخل عندهم مي بتساله هو عمل كده ليه، فبيعرفها ان المملكه عرضت عليه يعمل كده مقابل انهم يعالجوا امه. وقبل ما يخرج من المكان بيقول لانوس ان هو هيقتله بكره في المسابقه، فانوس بيقول له يحاول يعمل كده دلوقتي وهيشوفوا مين اللي هيقتل التاني. وفعلا رين بيهاجمه بالسيف بس انوس بيقدر يصد ضربته وبيمسكه من قلبه وكان هيخلعه من مكانه، والغريب ان هو ما قدرش يعمل كده. فرين بيقول له انهم هيخلصوا الموضوع ده بكره في الحلبه. ولما بيمشي من المكان انوس بيقول لمين ان في تعاقد سحري على الكيان بتاعه، ولو ما نفذش المطلوب التعاقد ده هيقتله. وبيعرفها انهم اكيد واخدين امه رهينه علشان ينفذ المطلوب منه. واخر يوم بنعرف ان انوس اتاهل للنهائي وهيقابل رين بكره، وبيجي الاب والام وبيهنوه على الفوز بتاعه وبيباركوا له. فانوس بيشكرهم وبيقول لهم ان هو عايز يروح لمشوار دلوقتي. فامه بتعرض عليه تاخد السيف بتاعه معاها وهي مروحه، بس بنت من فريق مي بتقول لها ان لو السيف ضاع منها انوس مش هينفع يدخل المسابقه، لكن الام بتكون مصره وبتاخد السيف. ففريق مي بيعرضوا عليها يروحوا معاها علشان يحموها، وفعلا بيروحوا معاها. وبالليل البنات بيكونوا بيتكلموا مع بعض، لكن الاستاذه ايميليا بتظهر قدامهم فجاه وبتقول لهم ان السيف المفروض يكون مع واحد من المشرفين على المسابقه، وبتعرض عليهم تاخد السيف هي وترجعه. بس الام بترفض باحترام وبتقول لها ان هي هتهتم بالسيف ده ومحدش هيقرب له، لكن ايميليا بتحاول تاخد السيف منها بالعافيه. ولما بتلاقي الام مش عايزه تديها السيف بتستخدم سحرها وبتهاجمها. ساعتها البنات بيتدخلوا وبيحموا الام بكل قوتهم، لكن الاستاذه ايميليا بتكون اقوى منهم بمراحل وبتوقعهم على الارض. ولما الام بتسالها هي ليه بتعمل كده بتعرفها ان ما ينفعش واحد نبيل زي اخوها يخسر قدام هجين زي انوس، وبتقول لها ان عامه الشعب مالهمش غير انهم يخدموا النبلاء وبس. وبتستخدم تعويذه اقوى وكانت خلاص هتقتلها، بس البنات بيقفوا على رجليهم تاني وبينقذوا الام وبيطلبوا منها تهرب، لكن الام بتكون رافضه تهرب وتسيبهم. فالبنات بيقنعوها وفعلا الام بتقرر تهرب وبتقول لهم انها تجيب حد علشان يساعدهم. فايميليا بتتعصب جامد وبتدمر البنات، وطبعا الام ما بتكونش لحقت تهرب من المكان. فالبنات بيحاولوا يقفوا على رجليهم تاني وبيقولوا لايميليا انهم هيضحوا بحياتهم علشان يحموها. ساعتها ايميليا بتتجنن وبتستخدم السحر بكميه كبيره عليهم، ورغم كل ده البنات مش بيستسلموا، بس ايميليا قوتها بتكون كبيره جدا وبتحرقهم كلهم. وكمان بتستخدم تعويذه قويه على الام وكانت هتقتلها، بس فجاه انوس بيظهر وبيحميها وبيقول لايميليا انها احقر استاذه في الاكاديميه، وبيستخدم عين التدمير عليها وبيثبتها، وبيبدا يعالج امه والبنات اللي لما بيفوقوا بيقولوا له انهم عملوا كل اللي يقدروا عليه. فانوس بيشكرهم لانهم عملوا كل ده علشان يحموا امه. بعد كده بيروح عند ايميليا اللي لسه مش عارفه تتحرك من مكانها وبيرميها على الارض وبيجرحها بالسيف بتاعه، وبيقول لها انا عارف ان السيف مش هيأثر فيكي علشان هتعالجي نفسك بعد شويه، وعلشان اسامحك وما اقتلكيش تعترف ان انا ملك الشياطين الحقيقي. وطبعا ايميليا بترفض، فانوس بيكمل عليها بالسيف لحد ما بتصرخ من الالم وبتعترف ان هو ملك الشياطين. بس انوس بيبقى متاكد انها قالت كده علشان يسيبها في حالها، فبيستخدم تعويذه سحريه بتخليها هجينه. ولما ايميليا بتعرف اللي هو عمله بتستخدم السيف وكانت هتقتل نفسها، بس انوس بيقول لها انها مهما حاولت تقتل نفسها ترجع للحياه تاني، وبيقول لها تجرب عيشه الناس الهجينه وبيسيبها وبيمشي. وتاني يوم الجوله النهائيه بتكون بين انوس ورين اللي بيتركب على ايديهم اساور سحريه تحدد مين اللي هيكسب الجوله. وبما ان انوس هجين الاساور دي بتسحب منه الطاقه السحريه علشان يخسر قدام رين، وكمان رين بيعرفوا ان هو لو خسر الجوله دي العقد اللي جواها يقتله. وبتبدا الجوله ورين بيكون متفاجئ ان انوس قادر يدافع عن نفسه رغم ان طاقته السحريه بتنسحب، وبيقول لانوس ان النبلاء طالبين منه يضيع وقت لحد ما طاقته السحريه كلها تنسحب وهنا هيقدر يهزمه. وطبعا رين مش بيكون حابب الطريقه دي في الفوز وبيجرح نفسه مكان العقد السحري، وبيقول لانوس ان هو هيموت قريب وانه عمل كده عشان عارف ان محدش هيقدر يعالج امه. وبيكملوا المواجهه اللي بينهم وبتكون هجماتهم سريعه جدا لدرجه ان كل اللي موجودين مش شايفينهم. وفجاه رين بيقدر يقطع دراع انوس، لكن انوس بيكون هزمه خلاص. والغريب ان في تعويذه سحريه بتتفعل على الحلبه وبتسحبهم لبعد تاني. وبيتفاجئ انوس لما بيشوف الامبراطور ملهس قدامه وبيفهم ان هو اللي رشحه للمسابقه دي وكمان عمل العقد السحري على رين. والامبراطور بيقول له ان هو مش
محدش هيقدر يعمل حاجه لان نص طاقته السحريه اتسحبت في عالم تاني. وكمان بيستدعي 2 من الاباطره السبعه اساميهم جايوس وايدول، وبيعرفوا ان المواجهه هتكون 3 ضد 1 واكيد هيخسر. بس انوس بيقول له انت بتحسب غلط، وفجاه جايوس وايدول بينزفوا وانوس بيوقف الزمن عنهم ومش بيتحركوا. وبنعرف ان ليل لسه عايش وان انوس هو اللي لغى التعاقد السحري بتاعه. وطبعا ميلهيس بيكون مستغرب هم عملوا كده ازاي. فرين بيقول له ان الضربه الاخيره بتاعت انوس هي اللي كسرت التعاقد السحري. وهنا ميلهيس بيفتح بوابه سحريه وبيوري لهم ان هو واخد امه رهينه، وبيقول له حياه امه مقابل حياه انوس. لكن الاثنين مش بيهتموا، وكمان رين بيدخل البوابه السحريه قبل ما ميلهيس يقفلها. وساعتها ميلهيس بيستخدم الصولجان السحري بتاعه وبيهاجم انوس، لكن انوس بيقدر يفعل درع سحري بسرعه وبيحمي نفسه. لكن الدرع مش بيستحمل قوه ميلهيس، وفجاه ايد انوس اللي كانت مقطوعه بتظهر وبتهاجم ميلهيس، لكنه بيقدر يتفادى الهجمه وبيفتح بوابه سحريه وبيدخل فيها، وبيقول لانوس ان هو موجود في بعد ومحدش هيقدر يوصل له فيه. وبيبدا يهاجم رين وامه، بس انوس بيقدر يفعل درع من بعد تاني وبيحميهم. وطبعا ميلهيس بيكون مصدوم لانه قادر يستخدم السحر في بعد غير اللي هو فيه. في اللحظه دي انوس بيتكلم مع رين بالتخاطر وبيساله اذا كان الدرع نفع ولا لا. فرين بيطمنه وبيطلب منه يصنع له سيف علشان يدافع عن نفسه وعن امه. وقتها انوس بيصنع له السيف اللي هو عايزه، وفعلا بيستخدم السيف، لكن سحر ميلهيس بيكون قوي وما بيقدرش يستحمله والسيف بيتكسر فجاه. فامه بتقرب منه وبتهديه وبتستخدم السحر على نفسها وبتتحول لسيف قوي. رين بيمسك السيف ده وبيدافع عن نفسه وبيصد كل ضربات ميلهيس وبيدمر البعد اللي هو مستخبي فيه، وكمان بيحط على وشه علامه. كل ده وميلهيس واقف مكانه وما بيتحركش ومتفاجئ من اللي بيحصل حواليه. وقتها الام بترجع لطبيعتها تاني وبتختفي من المكان، وطبعا رين بيكون زعلان عليها. في الوقت ده انوس بيكون ورا ميلهيس اللي بيتصدم هو وصل للمكان ده ازاي. فانوس بيقول ان هو غبي علشان ما لاحظش العلامه اللي اتعملت عليه. وبسرعه ميلهيس بيستخدم سحره وبيحبس انوس في حاجز ظلام وبيدمره، والانفجار بيكون كبير جدا لكن انوس بيطلع منه وما بيتاثرش باي حاجه. وكمان بيستدعي سيف التدمير بتاعه وبيهاجم ميلهيس وبيقدر يوقعه. فميلهيس بيفتح بوابات سحريه علشان يهاجم انوس، بس كل ده مش بيأثر فيه وبيكسرها كلها. ولما بيقرب السيف من دماغ ميلهيس بيلاحظ ان في كائن غريب موجود وبيتحكم فيه. ساعتها بيدمره وفجاه كل حاجه بترجع لطبيعتها والحلبه بترجع لمكانها تاني. والغريب ان كل اللي موجودين حد استخدم عليهم تعويذه سحريه ومش شايفين اي حاجه. فميلهيس بيعتذر لانوس ومش بيكون عارف ايه اللي حصل، وبيقول له انه بعد ما زاروا في القلعه في ناس مجهولين هم هاجموه اكيد هم اللي عملوا كل ده. فانوس بيقبل اسفه وبيستدعي جايوس وايدول وبيدمر الكائنات اللي متحكمه فيهم. وفجاه وهو بيعمل كده بيظهر شخص غريب في الحلبه، ولما انوس بيلاحظه بيهرب من المكان. وبعد ما بيهرب كل اللي موجودين بيرجعوا لطبيعتهم وبيشوفوا رين وهو واقع على الارض. ساعتها كلهم بيعرفوا ان انوس هو اللي كسب الجوله دي، وبيروح انوس عند رين وبيعالجه وبيقول له ما يحزنش على امه لانه قدر ينقذها، وبيستخدم تعويذه سحريه بتنقلها للمكان اللي هم موجودين فيه. وقتها الام بتحضر رين وبتشكر انوس لانه ساعدها. وبنرجع فلاش باك قبل ما انوس يضحي بحياته وهو رايح لكونان وبيطلب منه السلام. وقتها كونان رفض لانه كان حاسس ان ده فخ. فانوس بيقنعه وبيقول له ان مش البشر بس هم اللي بيدوروا على السلام. وفجاه وهم بيتكلموا واحد من البشر بيهاجم انوس بيصد ضربته، وبنعرف ان اللي هاجمه ده هو قائد جيش البشر واسمه جيرجا. فبيحاول جيرجا يكسر الدرع ويقتل انوس علشان ينتقم لمراته وابنه، وبيجمع طاقته كلها وبيكسر الدرع. وقبل ما يهاجم انوس بيمنعه وبيعوره في بطنه، لكنه ما بيرضاش يقتله وبيقول له ان البشر قتلوا امه وبيسيبهم وبيمشي. بعدها جيرجا بيقول لكانون انه هينتقم من ملك الشياطين في يوم من الايام. وبنرجع للاكاديميه وبنشوف استاذه جديده بتعرفهم ان اسمها مينو وانها هتكون المسؤوله عن الفصل لحد ما ايميليا ترجع. وبتعرفهم ان هيبقى في فصول تدريبيه بعد 3 اسابيع بينهم وبين اكاديميه البشر. والغريب انها بتقول لهم ان الخبر ده جالهم فجاه. ساعتها انوس بيحس ان في حاجه ورا الموضوع ده، وبعد الحصه بيروح عند ميلهيس ويتكلم معاه وبيساله اذا كان يعرف حاجه عن الاكاديميه. فميلهيس بيعرفه ان الاكاديميه دي متسميه على اسم كونان وان اكيد هيكون في تجسيد ليه هناك. وبعد اسبوع بيجي الوقت اللي هيروحوا فيه لاكاديميه البشر، وبنعرف ان المسافه بينهم وبين المملكه هتكون اكتر من 10 ايام. وبنشوف فريق انوس وهم مش عارفين هيروحوا ازاي، بس انوس بيقاطعهم وبيقول لهم انه قادر يوديهم لهناك في اقل من ثانيه. وفعلا بيستخدم الانتقال الاني وبيوصلوا للمملكه. وهناك كل واحد بيقول لانوس اللي هو هيعمل حاجه مختلفه، وساشا بتعرض عليه انهم يستكشفوا المكان. وبيتمشوا في المملكه وانوس بيعرض عليها انهم يزوروا اكاديميه البشر عشان يشوفوا اذا كان فيها حاجه ولا لا. وفعلا بيوصلوا لهناك، وقبل ما يدخلوا بتظهر بنت وبتقول لهم ان ممنوع حد يدخل الاكاديميه، بس انوس بيعرفها انهم من اكاديميه الشياطين وجايين يعرفوا معلومات عن البطل كونان. فالبنت بتقول لهم انها تروح معاهم وتعرفهم على الاكاديميه كلها، وبتقول لهم ان اسمها اليانور. وبتاخدهم اليانور للمكتبه وبتعرفهم ان المكتبه دي فيها كل الكتب التاريخيه والسحريه، وبتوريهم كتاب وبتقول لهم ان الكتاب ده فيه حكايه البطل كونان اللي قتل ملك الشياطين. وقتها بتتعصب ساشا وبتقول لها ان ده كذب وان ملك الشياطين هو اللي ضحى بحياته علشان ينقذ البشر. فانوس بيقاطعها وبيسال اليانور اذا كانت تعرف ملك الشياطين ولا لا. فالبنت بتقول له ان ملك الشياطين اسمه افوس ديليفيا. ساعتها ساشا بتفهم هي ليه قالت ان كونان هو اللي قتله. فانوس بيسال اليانور اذا كان في تجسيدات ظهرت للبطل كونان ولا لا. اليانور بترد عليه وبتعرفه ان في 4 حاليا، وطبعا ساشا بتكون مستغربه من العدد ده، بس انوس بيفهمها ان كونان عشان يهزمه المفروض يكون عنده 7 تجسيدات. وبيكمل انوس كلامه مع اليانور وبيسالها اذا كان في تجسيد منهم فاكر اي حاجه عن الماضي، بس في واحد بيقاطعهم وبيقول ان ملك الشياطين مستحيل بعد ما قتل البشر دول كلهم يضحي بحياته. وبنعرف ان اللي قاطعهم ده اسمه ليدر وهو
هو التجسيد الاول لكونان، وكمان بيظهر التجسيد الثالث وبنعرف ان اسمه لاوس. وقتها يانوس بيتريق على الاثنين وبيقول لهم اشك انكم تجسيد البطل كونان، وده لان البطل كونان ليه 6 تجسيدات مالهمش لازمه، وان التجسيد السابع هو اللي هيكون اساسي. فلاوس بيتعصب من كلامه وبيقرر يهاجمه، لكن يانوس يا دوب بيرمش وبيوقعه على الارض. ساعتها ليدر بيعرف قوه يانوس الحقيقيه وبيعتذر له عن وقاحه لاوس. فيانوس مش بيهتم وبيخرج هو وساشا من الاكاديميه، بس اليانور بتوقف يانوس وبتقول له ان بعد ملك الشياطين ما مات كونان اتقتل على ايد واحد بشري محدش عارفه لحد دلوقتي. وطبعا يانوس بيكون مستغرب من الكلام اللي بيسمعه، وبيعدي الوقت وبيجي وقت التدريبات المشتركه وكل الطلاب بيتجمعوا في الاكاديميه، وبيجي المدير وبنعرف ان اسمه دييجو وهيكون المشرف عليهم هو والاستاذ امينو. واول تدريب للطلاب هيكون عن استخدام السحر، وبنشوف ان اللي هيمثل اكاديميه البشر هو ليدر. اما بالنسبه لاكاديميه الشياطين هيمثلها واحد من اشطر الطلاب في الاكاديميه واسمه ريفيست، وبيستخدم ليدر السحر بتاعه على سيف متدمر وبيقدر يصلحه وبيخليه اقوى. ساعتها ريفيست بيقرر يستخدم السحر على فار ويحوله لوحش، ولما بيقول التعويذه مش بتشتغل ومفيش اي حاجه بتحصل للفار، فريفيست بيتوتر وبيحاول اكتر من مره لكن مفيش اي حاجه بتتغير. وطبعا طلاب اكاديميه البشر بيفضلوا يتريقوا عليه، فيانوس بيتدخل وبيحول الفار ده لوحش عملاق جدا. كل اللي موجودين بيتصدموا، ودييجو بيقول مستحيل القوه دي كلها تكون لشيطان هجين. وهنا ليدر بيقول للي موجودين ان يانوس هو تجسيد ملك الشياطين الحقيقي، وطبعا كل اللي موجودين بيتصدموا من كلام ليدر. وبعد كده بيجي وقت المعركه بين الاكاديميتين، وبنعرف ان المواجهه هتكون تحت الميه، ودييجو بيقول للاستاذ امينو تجهز فريق يقدر يهزمهم مش زي اللي ما قدرش يستخدم السحر فوق. ساعتها يانوس بيقرر يشترك هو والفريق بتاعه، بس الطلاب مش بيوافقوا وبيعترضوا عليه، فريفيست بيتدخل وبيقول ان هو اللي هيشارك هو والفريق بتاعه. تبدا المعركه وبنشوف طلاب اكاديميه الشياطين وهم مش قادرين يستخدموا اي تعويذه سحريه، فلاوس بيستغل الفرصه وبيهاجمهم وبيوقعهم واحد ورا التاني، وكل ده وهم مش عارفين يعملوا اي حاجه. وبعد فتره قليله اغلبهم ما بيبقاش قادر يتحرك من مكانه. وكمان ليدر بيقول للاوس وهان انهم هيدمروا القلعه عشان يخلصوا الجوله بسرعه. وبره المايه بنشوف يانوس وساشا وهم مستغربين ليه زمايلهم مش قادرين يعملوا اي حاجه، ولما بيركزوا في المايه بيلاقوا ان في ادوات سحريه بتضعف قوه الشياطين. وطبعا لما الاستاذه امينو بتعرف اللي بيحصل بتتعصب لان ده مخالف لقواعد المعركه. وبنرجع لليدر واللي معاه وهم بيقربوا من قلعه ريفيست اللي بيجمع طاقته كلها وبيفعل تعويذه مدمره، بس ما بيتاثروش بيها وبيدمروا قلعتهم وبيبداوا يهاجموهم بتعويذه سحريه مدمره. ولما الاستاذه امينو بتشوف كل اللي بيحصل بتقلق على الطلاب وبتطلب من دييجو يوقف المعركه، وطبعا مش مديها اي اهتمام لان الطلاب هم اللي كسبانين. ساعتها يانوس بيفعل تعويذه سحريه بتنقذ زمايله كلهم من الميه، والاستاذه امينو بتروح علشان تطمن عليهم، وبيروح يانوس عند ريفيست وبيساله ايه اللي حصل. فريفيست بيعرفوا ان الطلاب استخدموا ادوات سحريه على الميه دي، وبيوري له شاره الاكاديميه وبيعرفوا انهم بيتحكموا في السحر بتاعهم من خلالها. فانوس بيروح هو والفريق بتاعه وبيتحدوا طلاب الاكاديميه الثانيه، وكمان ساشا بتقول لهم ان استخدام الادوات السحريه علشان يضعفوا قوتهم يعتبر غش. فهايني بيقول لها انهم استغلوا الموقع الجغرافي للبحيره، وبيقول لها انهم لو عايزين يوقفوا الادوات السحريه دي لازم ينشفوا البحيره كلها. وهنا يانوس بيقرر ينفذ كلامه وينشف البحيره، وبيبدا يستخدم تعويذه سحريه عملاقه جدا وبيرميها في الميه وبتخفيها في ثواني. وبعد كده يانوس والفريق بتاعه بينزلوا لتحت وبيتحدوا الفريق الثاني. ساعتها ليدر هو واصحابه بينزلوا لارض المعركه، فيانوس بيستخدم نفس التعويذه المدمره تاني وبيهاجمهم بيها، بس فجاه بتظهر بنت وبسرعه بتروح عند التعويذه دي وبتدمرها. وكمان ليدر واصحابه بيفعلوا حاجز سحري بيزود قوتهم وبيقلل قوه الشياطين. ولما ميشا بتعرف الكلام ده بتقول لهم انها لو قدرت تدخل جوه الحاجز وتبني قلعه القوه بتاعتهم هتبقى عاديه. فيانوس بيستخدم الانتقال الاني بسرعه وبيروحوا لهناك وبيقول له ميشا ان هو هيحميها لحد ما تخلص. وفعلا ميشا بتبدا تبني اكتر من قلعه لكنها بتكون بطيئه جدا بسبب تاثير الحاجز عليها. وقتها ليدر بيتجمع هو واصحابه وكمان البنت اللي صدت هجوم انوس، ولما انوس بيسالها عن اسمها ما بتردش عليه، فليدر بيعرفه انها ما بتعرفش تتكلم، وبيقول له ان اسمها زاشيا وهي التجسيد الرابع للبطل كونان. وفجاه كلهم بيهاجموا ميشا عشان ما تبنيش القلعه، بس انوس بيرجع لها بسرعه وبيقدر يصد الضربات بتاعتهم، لكنهم بيقدروا يكتفوه، بس انوس بيفعل تعويذه سحريه بتعكس الضرر بتاعهم عليهم وبتدمرهم. في الوقت ده ميشا بتقول لباقي الفريق انها خلصت، فبيدخلوا كلهم للحاجز وكل واحد منهم بيروح عند شخص مختلف. وبنشوف ساشا اللي راحت عند لاوس وبتبدا تستفزه، فبيستخدم السحر عليها وبتبدا تهرب منه، وبتحاول تهاجمه تاني لكنه مش بيتاثر، ولما بيجي يهاجمها تاني ما بيقدرش. وهنا ساشا بتوري له انها اخذت الشاره بتاعته، فهو بيتعصب لاوس جدا وبيستدعي سيف سحري وبيهاجمها، وطبعا ما بتقدرش تهرب فبيرجع منها الشاره بتاعته. وساعتها بيفعل اكتر من تعويذه سحريه وراها، وقبل ما يهاجمها ما بيقدرش يتحكم في نفسه وبيقع على الارض، وطبعا بيكون مستغرب من اللي حصل. فساشا بتعرفه انها سممت الشاره السحريه بتاعته قبل ما ترجعها له، وبتستخدم عيون التدمير بتاعتها وبتهزمه. وبنروح لانوس وزاشيا بتهاجمه لكنه بيصد ضرباتها بسهوله، وكمان بيمسك السيف بتاعه وبيرميها على ليدر، فبيقفوا على رجليهم من تاني وبيهاجموا انوس لكنه بيكون اقوى منهم بمراحل. ساعتها زاشيا بتفعل تعويذه سحريه على نفسها وبتهاجم انوس وبيحصل انفجار كبير جدا، والليدر بيكون فاكره مات لكنه بيتصدم لما بيلاقيه واقف قدامه تاني وما تاثرش. فبتظهر زاشيا تاني وبتقرب من انوس وبتفجر نفسها، لكن انوس بيقدر يحتوي الانفجار المره دي. والغريب ان زاشيا بتظهر كمان مره، وهنا انوس بيقدر يمسكها قبل ما تعمل اي حاجه. وفجاه بيسمع صوت اليانور بتطلب منه يقابلها في الاكاديميه وهي هتوقف زاشيا، وفعلا بيروح انوس هو وميشا للمكان اللي قالت لهم عليه
وبيقابلوها هناك، وانوس بيسالها ايه هي حكايه زيشيا وليه ظهرت اكتر من مره، والغريب انها بتوري له 10000 نسخه من زيشيا موجوده في المكان، وبتعرفه ان جيرجا هو اللي عمل كده وهو اللي نسخ زيشيا عشان تدمر نفسها، وبتعرض له جزء من الذاكره بتاعتها لما كان بيقول لجيرجا ان ملك الشياطين ضحى بحياته علشان ينشر السلام بين البشر، بس جيرجا كان عايز ينتقم لمراته وخلى واحد من الحراس يغدر بكونان ويقتله، وفجاه بيحصل انفجار في الاكاديميه والمسؤول عن الانفجار ده هم باقي الاباطره السبعه، والغريب ان افوس ديليفيا بيظهر وبيحاول يسحب سيف البطل كونان، لكن دييجو بيقول له ان ده مستحيل ومحدش هيقدر يسحب السيف ده غير البطل كونان، والغريب ان السيف بيتحرك من مكانه وفعلا افوس بيقدر يسحبه، ولما دييجو بيهاجمهم واحد منهم بيقدر يفعل تعويذه سحريه بتسحب كل اللي موجودين فيها، ولما انوس بيحاول يتكلم مع ملك الشياطين المزيف بيفعلوا تعويذه سحريه وبيختفوا من المكان، وفي مملكه البشر بنشوف مجسم لدييجو وهو بيقول لهم ان ملك الشياطين رجع للحياه تاني وسرق سيف البطل كونان، وكمان هيجمع اتباعه ويقتل كل البشر الموجودين في العالم، وبيقول لهم المفروض ما يستنوش لحد ما الشياطين تيجي تقتلهم وانهم لازم يهاجموهم هم الاول، وبنروح لمملكه الشياطين وبيظهر افوس وبيكلم كل اللي موجودين وبيقول لهم ان هو غلط غلطه من 2000 سنه، وهي انه ضحى بنفسه علشان البشر يعيشوا في سلام، لكنهم فضلوا يكرهوا الشياطين طول السنين دي، وبيعرفهم انه مش هيكرر الغلطه دي تاني وهيقتل كل البشر اللي في العالم، وفعلا كل الشياطين بيبداوا يحضروا جيوشهم علشان ينفذوا كلام الملك بتاعهم، وفي مكان تاني بنشوف انوس هو والاباطره السبعه بيستعدوا للحرب دي، وقتها رين واصحابه بيقطعوهم وبيقولوا له انهم هينضموا هم كمان للحرب ويساعدوهم، وتاني يوم بنشوف دييجو وهو مجمع كل نسخ زيشيا علشان يحارب بيها افوس، وفي الناحيه التانيه بنشوف جيش الشياطين وهم رايحين علشان يهاجموهم، وفجاه بتتدخل ميشا هي وساشا وبيحاولوا يقنعوهم ان افوس مش هو ملك الشياطين الحقيقي وان انوس هو الملك الحقيقي، وفي مكان تاني بنشوف رين هو ومي بيحاولوا يعطلوا الجيش هم كمان، ونروح لانوس وهو بيحرق كل اللي موجودين وكمان بيدمر الباقي منهم، ولما الاباطره اللي افوس متحكم فيهم بيظهروا ملهس واللي معاه بيقولوا لانوس انهم هيشغلوهم وبيطلبوا منه يروح يقتل افوس، وفعلا انوس بيروح للقلعه لكنه بيعرف ان ده فخ وان افوس مش موجود في المكان، في نفس الوقت ده مي بتتكلم معاه وبتقول له ان رين اختفى ومش موجود، وفي مكان تاني بنشوف افوس وهو ماشي لوحده في الغابه وفجاه انوس بيظهر جنبه وبيبني حاجز سحري حواليهم، فبيستدعي افوس السيف بتاعه وبيهاجم انوس، واول ما بيبعدوا عن بعض افوس بيشيل القناع على وشه، وبنعرف ان ملك الشياطين المزيف اللي ورا كل ده هو صاحبه رين، والغريب ان انوس مش متفاجئ وبيقول له ان هو عارف من الاول انه التجسيد الاساسي للبطل كونان، وكمان بيقول له ان التجسيدات اللي في الاكاديميه دي مش حقيقيه، وان التجسيدات الحقيقيه ليه هم الاباطره السته اللي قدر يتحكم فيهم، ولما انوس بيساله هو ليه عمل كده بيقول له ان البشر هم اللي غدروا بيه وجيرجا كان السبب في موته، وبيكمل كلامه وبيقول له ان هو لما عاش مع الشياطين اكتشف انهم عايزين يعيشوا في سلام عكس البشر وعشان كده البشر لازم يموتوا، فانوس بيقول له ان هو لو عايز يعمل كده لازم يقتله الاول، وفعلا رين بيبدا يهاجم انوس والمعركه اللي بينهم بتكون قويه جدا، وطبعا فرق القوه بيكون واضح لان انوس اقوى منه بمراحل، لكن الغريب ان رين بيقدر يهزمه بنفس الطريقه اللي هزموا بيها زمان، وفجاه انوس بيبدل الملابس بتاعتهم علشان يبين اللي هو اللي شرير، ورين بيكون مصدوم من تصرف انوس اللي عمله وبيكون حزين عليه، فجاه الحاجز بيبدا يتلاشى وكمان انوس بيودع رين وبيختفي، ولما دييجو بيشوف اللي حصل بيتعصب جدا وبيقول له كل نسخ زيشيا يهاجموا الشياطين ويقتلوهم، لكن اليانور بتظهر وبتحاول تمنعهم، فدييجو بيقول لها ان هو مستني اللحظه دي من اكتر من 2000 سنه علشان ينتقم لمراته، وساعتها دييجو بيقرر يضحي بحياته علشان يفعل تعويذه سحريه محرمه، وفعلا التعويذه دي بتتفعل وبيظهر مجسم ضخم جدا لجيرجا اللي بيقول لرين ان هو ما كانش متوقع ان بطل زيه هيساعد الشياطين في يوم من الايام، وبيستخدم السحر بتاعه علشان يفجر نسخ زيشيا، وقبل ما الانفجار يحصل بيظهر انوس وبيوقفه، وطبعا جيرجا بيكون مصدوم لانه شاف انوس بيموت قدام عينه، فانوس بيعرفه ان هو كان مستخدم تعويذه سحريه علشان يزيف كل ده، فبيتعصب جيرجا وبيبدا يسحب طاقه من كل البشر الموجودين في المكان وبيعمل درع سحري على نفسه، وكمان بيهاجم انوس لكن رين بيتدخل وبيحميه، وهما الاثنين بيتحدوا مع بعض وبيهاجموا جيرجا اللي قوته عدت قوتهم بمراحل وبيقدر يدمرهم، لكنهم بيقفوا على رجليهم من جديد ورين بيقدر يقطع رجله ويوقعه على الارض، وبيستغلوا هما الاثنين الفرصه وبينقضوا عليه وبيهاجموه وبيقدروا يقتلوه، وبكده خلص الجزء الاول من انمي ملك الشياطين. لو عايز تشوف الجزء الثاني يا ريت تقول لنا في التعليقات، وطبعا ما تنساش تدعمنا بلايك وتشترك في القناه علشان تشوف ملخصات تانية كتير، وبس كده.